سادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي عقب المستوى الذي ظهر به نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال مواجهة إنبي، والتي أقيمت على استاد السلام مساء اليوم الخميس في بطولة كأس عاصمة مصر. وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حالة من الغضب الشديد التي انتابت المدير الفني السويسري مارسيل كولر بسبب مستوى اللاعب عمر الساعي في مباراة الفريق الأخيرة ضد إنبي ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. أفادت المصادر فأن كولر كان غاضبا للغاية من الأداء الضعيف الذي ظهر عليه عمر الساعي، بالإضافة إلى الوزن الزائد الذي بدأ واضحا على اللاعب خلال المباراة، حيث لم يقدم الساعي المستوى المطلوب، وهو ما أثر على قدرة الفريق في فرض السيطرة على اللقاء الذي انتهى بخسارة الأهلي 0-1. وأكد المصدر أن كولر أبدى استياء من الساعي خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان يعول على اللاعب في تقديم أداء قوي على المستوى المطلوب، مما دفع كولر للحديث بشكل قاسي مع سامي قمصان حول ضرورة أن يبذل اللاعب جهدا أكبر في التدريبات من أجل تحسين أداء ومستوى البدني. اللاعب عمر الساعي الذي كان أحد الأسماء الشابة التي انتظر منها الجميع الكثير عانى من مشكلات بدنية خلال الفترة الماضية، وكان قد ظهر بمستوى بعيدا عن طموحات الجماهير في الفترة الأخيرة. وقد أشار بعض النقاد إلى أن الساعي بحاجة إلى ماسة إلى تحسين لياقته البدنية والالتزام بالتدريبات بشكل أكبر لكي يثبت نفسه داخل التشكيلة الأساسية والاستمرار داخل الفريق الأحمر وعدم الرحيل خلال الفترة المقبلة. يسعى كولر إلى إجراء تقييم شامل لجميع اللاعبين، خاصة أولئك الذين لم يقدموا المستوى المطلوب منهم في المباريات الأخيرة، من أجل تحسين الأداء الجماعي للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الفريق في مختلف البطولات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تصلي على النبي، وأهم حاجة اللايك الجميل والاشتراك في القناة.